محمد فاش دخل وقف قدام المستثمرين، اول حاجه غادي يقول لهم انا جيت باغي منكم 300 مليون مقابل 15% من الشركه ديالي، والمستثمرين هكا غادي يجاوبوا. واول حاجه بيان سور تبارك الله عليك على كل شيء. انا عندي واحد السؤال على 3 مليون ديال الدرهم لاش بالضبط؟ ومن بعد شرح لهم الفكره ديال المنتوج ديالو الواعر، وقال لهم هاد الالياف اللي كتشوفوا سميتهم الفيلاس، واللي كتعتبر واحد الماده اللي مهمه في القبص وعند القباصه، والمغرب كيستورد منه 600 طن سنويا، وحنا هما الوحيدين اللي كنصنعوه في المغرب بالصفر درهم ماده اوليه، حيت كنقادوه من المخلفات ديال الشجر ديال البنان. والهدف ديالنا هو نتحولوا من انتاج 200 كيلو يوميا ل2 طن يوميا. المستثمرين غادي يبينوا الاهتمام ديالهم بالمشروع، وغادي يسولوا اسئله بحال شحال الارباح ديالكم، وبشحال باش كتبيعوا هذه الماده، بشحال كيتباع هاد الالياف اللي غتصنع انت، وبشحال كيتباع المستورد. وبكل ثقه محمد غادي يقول لهم حنا كنبيعوا بارخص ثمن في السوق، وهامش الربح ديالنا هو 36%، والسوق المغربي فيه طلب كبير على هذه الماده اللي ما نقدرش نغطيها انا بوحدي. المستثمرين غادي يقتنعوا وغادي يعجبهم هذا الشيء، وغادي يبداو يقترحوا عليه في العروض ديالهم. 3 مليون ديال الدرهم اللي طلبتي في الاول مقابل 40%. صراحه 40% بالنسبه للمشروع جاتني بزاف شويه المشروع صراحه. ومحمد غادي ياخذ 300 مليون اللي بغا، ولكن ماشي مقابل 15%، وانما مقابل 35%.